أخبر الله تعالى ملائكته على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته، كما يخبر بالأمر العظيم قبل كونه. فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة، لا على وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم والحسد لهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقيل: علموا أن ذلك كائن بما رأوا ممن كان قبل آدم من قبائل يقال لها الحن والبن قبل آدم ب1000 عام، فسفكوا الدماء، فبعث الله إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور. وقد أخبرهم الله تعالى أن ثمة حكمة من ذلك، وأنه سبحانه يعلم ما لا تعلمون. فلما أراد الله سبحانه أن يخلق آدم عليه السلام، أخذ قبضة من الأرض من سهلها وحزنها، أسودها وأبيضها وأحمرها، فخلق منها آدم عليه السلام، فجاء الخلق على ألوانها، منهم الأبيض والأسود والأحمر، ومنهم السهل والحزن. فخلقه وصوره وتركه، قيل 40 يوما، وقيل 40 سنة من أعمارنا، طينا طوله 60 ذراعا في السماء، ثم نفخ فيه الروح من رأسه. فلما استقرت في الجسد عطس، فحمد الله تعالى، فقال الله تعالى له: يرحمك الله. فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فزادوه ورحمة الله. فلما تم خلق آدم عليه السلام، أمر الله سبحانه الملائكة بالسجود له، فسجدوا امتثالا لأمره سبحانه. وأما إبليس فأبى واستكبر وكان من الغاوين، جنحا إلى القياس الفاسد، فقال: أسجد لمن خلق طينا، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما أظهر الله سبحانه خبيئة إبليس وكبره وعجبه بنفسه، لعنه وطرده من رحمته. وعلم الله سبحانه آدم أسماء كل شيء، علمه هذه: الخيل والبغال والإبل والجن والوحش. ثم عرض هذه الأشياء على الملائكة طالبا سبحانه إياهم على وجه الاختبار أن يذكروا أسماءها. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأمر الله تعالى آدم أن ينبئ الملائكة بأسماء هذه الأشياء، فعلموا حينئذ فضله وما أكرمه الله تعالى به. وأسكن الله تعالى آدم الجنة، كان يمشي فيها وحشا ليس له زوج، فنام نومه، فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ وقد أباح الله لهما في الجنة كل شيء إلا الشجرة التي نهاهم عنها سبحانه. واختلف المفسرون في ماهية هذه الشجرة، وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها، ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا. كما اختلفوا في الجنة التي أسكنها الله تعالى لآدم، هل هي في الأرض باعتبار أنها محل الابتلاء، أو في السماء ولكن غير جنة الخلد، أم هي جنة الخلد؟ فلما استقر آدم وزوجته في الجنة، لم يقر لإبليس قرار حتى احتال فدخلها عليهما وقبل، بل وسوس لهما من خارجها بأكل الشجرة، وأخبرهما أنكما ميتان، وأن الله سبحانه إنما نهاكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدلاهما بغرور، فأكلا منها وبدت لهما سوآتهما. ثم كان ما قص الله تعالى في كتابه العزيز من توبته على آدم ولعنه إبليس. ثم أهبط الله تعالى آدم وزوجه إلى الأرض، وأهبط إبليس معهما، وجعل بعضهم لبعض عدوا. وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدره الله في علمه على آدم وذريته، فقدر لهم الهبوط من الجنة، ولكن لم يقدر لهم المعصية ولم يأمرهم بها، وإنما قدر لهم ما ترتب عليها. وهذا ما قرره العلماء في معنى حديث محاجاة آدم موسى عليهما السلام. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى أنه لامه على إخراجه نفسه وذريته من الجنة، فقال له آدم: أنا لم أخرجكم، وإنما أخرجكم والذي رتب الإخراج على أكلي من الشجرة، والذي رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق هو الله عز وجل. فأنت تلومني على أمر ليس له نسبة إلي، أكثر ما أني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، وكون الإخراج مترتبا على ذلك ليس من فعلي، فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنة،
وإنما كان هذا من قدر الله وصنعه، وله الحكمة في ذلك.